لكل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم وملخص خوازيق الجولة الرابعة بدون أي مقدمات. خلينا نبدأ ونشوف إيه اللي حصل. لكل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم. قال لك ده جنون الكوري يا عمو. أنا هصعد إزاي الكاس؟ يعني أنا هصعد حسن سير وسلوك ونشتري مانيو صلاح. هيتألق فيرمينيو. اول ماتش كان ما بين الاتحاد والهلال، ماتش كان ممتع جدا الصراحه. واحد هيقول لي يا عبد الله احنا بنتكلم عن الدوري الانجليزي، هقول لك ما هو صاحبي وست هام ولوتن دوت يعني ده ما كانش ماتش اساسا، ده كان عقاب. تخيل انك قاعد كده بتتفرج على الماتش ده خلصان 2-1، ماتش اساسا يعني حتى الملعب يا اخي ما تحسه ما فيش. وفي ماتش تاني هناك مع جانا 4-3 وانا قاعد بتفرج على لوتن، بتفرج على لاعب لوتن والاستاد عامل ايه. ده الاستاد استندات يا اسطى. فاكر استاد القاهره زمان اللي هو اللي كان خرسانه؟ انا حسيت ان الاستاد ده كده. الماتش ده حرفيا كان عقاب لاي حد بيتفرج عليه. خلينا نعدي الماتش ده عشان الصراحه ما كانش ليه لازمه. الماتش اللي بعده هو كان ما بين ايفرتون وشيفيلد. طبعا ايفرتون فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمره برده قليل وكل حاجه تمام. الماتش خلص 2-2 حلو. بصوا محدش هيعمل كلين شيت، زائد ان محدش هيعمل كلين شيت. انا شفت فيديو يا جماعه والله العظيم لواحده كده نص كلامها انجليزي انا ما بقتش فاهم. انا واخد الاي سي دي ال فبقيت احاول اترجم على قد ما عرفت في الاكسل والوورد. فلقيتها بتقول لك ايه، انا زعلانه جدا ان هي جابت اريولا. انا عايز اقول لها تعرفي حارس عقار اسمه بيكفورد؟ سمعتي عنه؟ يعني انت تعرفي حاجه اسمه يعني بالاسم ده؟ ارجوكي حرام عليكي. انا مش فاهم بيكفورد. هو انت حارس ازاي؟ يعني من وانت ناشئ كنت بتمسك الكرة ازاي بايدك؟ يعني كنت بتحرس ازاي؟ انا مش فاهم. يعني انت ابوك شغال ايه؟ انت ابوك فاتح شركة سيكيورتي اكيد، انت غير كده مفيش. يا بيكفورد ما ده انت جايب جون بنفسك ما شاء الله بالدماغ، ما شاء الله يا ابني. طب هاته بايديك انا هنصدقك بالغلط. جايبه بالدماغ فلافيو جايبه بقفاك. ايه يا معلم ده؟ يعني انت ما اكتفيتش تضيع الكلين شيت ولا انك تعمل يخش فيك جونين وتضيع علينا نقط؟ لا ده انت كنت سالب واحد. انت ايه؟ في حاجه تانية؟ هتقتل حد في الملعب بعد كده؟ هتعمل بيبي ورا الجون؟ طيب فهمنا انت هتعمل ايه بعد كده عشان ابقى عارف. يعني حارس مرمى 4 ماتشات عمالين نقول ده عنده ماتشات سهله قوي. اتفرج على النقط. اللي مجنني صد كرة في اخر الماتش وقام عامل حته كده وبتاع. نعم لا اتعلمت حراسه المرمى في اخر دقيقتين دلوقتي بقى يخش فيك الاجوان في اول ربع ساعه؟ كنت فين؟ انا بقالي 4 جولات شارب المر. كنت فين؟ مش فاهم الصراحه ازاي فريق بعظمه مانشستر يونايتد سابك. انا مش مصدقها. انا شايف ان رئيس التعاقدات فين؟ لازم يتعاقد معاك. لما انت تبقى في المنتخب وقدامك لوك شو، قدامك سانشو، قدامك على يمينك ايه ده، قدامك برضه هو ماجواير، قدامهم خالص هناك راشفورد، يبقى انت المفروض تلعب في مانشستر يونايتد. هو برضه بعيدا عن اي شيء، هو كام فريق عمل يعني كلين شيت؟ هو فريقين، ليفربول ودي صدفه بحته ما بتحصلش الا كل 9 ماتشات تمام، والفريق التاني نوتنجهام وده عشان كان بيقابل تشيلسي. غير كده ما حدش عمل كلين شيت. فاحنا يا جماعه هنجيب الحارس اللي هيلاعب تشيلسي الماتش الجاي ايا كان هو مين، هنجيب الحارس بتاع اللي هيقابل تشيلسي الماتش الجاي. غير كده انسى. وبما اننا جبنا سيره تشيلسي، فتشيلسي ونوتنجهام ماتش كان ممتع جدا الصراحه، لدرجه ان ممكن وانت قاعد يجيلك تسلخات. هتقول لي ليه انت ما اتحركتش؟ هيجيلك تسلخات وانت قاعد. ماتش خلصان 1-0 على ارض تشيلسي، 1-0 لنوتنجهام مش لتشيلسي، على ارض تشيلسي. وانا بقى ايه؟ جايب 3
3 يعني غبي ومتآمر. تمام. جايب جاكسون، جايب ستيرلينج، وجايب تشيلويل. ليه جايب 3 منهم؟ هل انا نقاش؟ هل انا مبيض محاره مثلا؟ هل بصنفر كويس عشان اجيب 3 من تشيلسي والبس التيشيرت بتاعهم؟ مش عارف. فريق البلوزه، فريق البلوزه. واحد بقى كده معلش. تمام. نبتدي بمايكل جاكسون اللي ضيع كوره. انا مش مصدق اللي بتعمله. الجون فاضي وهو طاير يا هوا، طاير على الفيفا، بيعمل كده. ما شاء الله عليك. اللي هيجنني مش كده، لعيب بيضيع، ما عملش حاجه تقريبا من اول الموسم غير جون جاب الغلط. تمام. سعره كل جوله كل يومين بيزيد. سعره دلوقتي 7.2. انا يا ابني عايز ابيعك ومش عارف. انا خايف اخسر فيه كمان. ما انا هبيعك ازاي وانت عمال تعلى كده؟ هل انا غلطان؟ يعني هل انت بتزيد ليه؟ انت بتزيد ليه؟ بيحطوا عليك حلاوه بالقشطه. يعني هل انت الوحيد مثلا اللي بتعرف تضيع في تشيلسي؟ سعرك بيزيد ليه؟ حد ليك قريب في الكنترول يلا، في الفانتزي يلا؟ سعرك 7.2. امال لو جاب هاتريك هيبقى ايه؟ هيخش طب. ما انا مش عايز 7.2. كان 7.1 وقلت ازاي بقى 7.2؟ ولو ما سكتش هعلي. انا خايف بعد الفيديو يبقى 7.5 مثلا، يقول لك لا ده حلو قوي نعلوه اكتر. مش عارف دي رتب ولا ده ايه؟ انت دخلت شرطه ولا دي ايه؟ ده كابتن ستيرلينج الفخده الشقيه. كابتن ستيرلينج يا اخي والله انا مش عارف اقول لك ايه. بتكرر نفس اللي بتكرره معايا كل سنه وما بحرمش. يا عم انت كنت مخارب الدنيا الماتش اللي قبلها. كنت ما شاء الله زنجبار. ايه اللي حصل لك بقى؟ بقيت بطاطس كاتشب مايونيز امتى؟ خف يالا البطاطس يالا، خف يالا. انت ما بقيتش عارف تقعد على الكراسي يالا. انت بقيت انت مأمن عليها طيب ولا دي ايه؟ ما انا مش فاهم ايه ده؟ فهمني ايه اللي بيحصل ده يا ابني بالله عليك يا ابني والله العظيم يا ابني تعبنا. يعني انا خلاص لبست انا كده بقى. انت معايا 3-4 جولات. عودوني كل سنه. بعد كده هبيعك هلاقيك جبت جون واسست او جونين. ما انا مش فاهم دي عاده ايه دي؟ كابتن تشيلويل ما اكتفاش ان الكلين شيت ضاع، لا خد انذار وطالع في الدقيقه 63. هو الواحد اللي حظه في اللعبه دي قليل يا عم. ما في ناس جايبه. انا مش مصدق ان انا جاي لك في الكلام. اصبر. يعني تشيلويل اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف حد يجيب 3 من تشيلت ليه يا حتى لوني ازرق لوني ليك يا تشيلسي ولا ده ايه ده؟ انا مش عارف ايه الهبل ده. حد بيجيب 3؟ كابتن كايسيدو ب 120 مليون. مش عارف انا الصراحه. انا لو ده لاعب معايا انا ما بفكرش اجيبه في لعب كوره. يعني انت ما بيعرفش يستلم. يعني مش 120 مليون ازاي يا جماعه؟ ماشي 120 مليون تسبب في ضربه الجزاء، او تسبب قصدي في الجون. كان متسبب قبل كده في ضربه جزاء. مش عارف يستلم الكره اساسا. انا يا جماعه مطلوب فيا 180 مليون. يمكن حد يشتروني. ما بعرفش استلم. بمسك الكرة بايدي، بعمل ضربات جزاء على الفريق، بعمل تكالنج غلط، ما بعرفش اعمل ولا كرة صح. عندي كل العيوب اللي في الدنيا. ممكن تشتريني يا عم. 180 مليون يا بلاش. يعني في ايه؟ عيل لقطة يا عم. انت مجنون. انا ما اعرفش انتوا جايبينه 120 مليون ليه؟ بيشتغل على اوبر بالليل ولا ايه؟ انا مش عارف. السيتي وفولهام. تمام. هنتكلم عن حاجه بسيطه قوي في السيتي وفولهام. طبعا هالاند معدي الحدود. اللي مش مكابتنه راح المانيا جري. يعني اللي مش مكابتنه ده يمسح اللعبه وينزلها من الاول احسن. تمام. لانه هو ضاع عليه خلاص، ضاع عليه الموسم. فانت امسح اللعبه ونزلها تاني، يمكن يبقى تقييمك اعلى شويه.
هالاند طبعا، نجوم الفاريز، كله بيتألق تمام. تيجي بقى على الحارس كابتن إيدرسون، يا رباه يا اسطى انت ما بتعملش كلين شيت يا اسطى. انت من ساعه ما الناس جابتك يا 2-1 يا 5-1 يا مش عارف 18-1 يا 23-1. ده انت مواليد شهر واحد، يعني انت الواحد ده في حاجه؟ فهمنا بس يا عم إيدرسون. هيجي له واحد في الكومنتات دلوقتي وشايفك يلا وانت بتكتب يلا، هتقول لي ازاي بتلعب ببيكفورد وإيدرسون؟ حبيبي ده اسمه ملخص خوازيق الجوله، يعني اي خازوق انا بحسسك بيه، فما تهبلنيش بقى عشان انا اصلا مش طايق نفسي. بيرنلي وتوتنهام، وماتش الصراحه كان من احسن الماتشات اللي شفتها تمام. ماتش كان ممتع جدا، وخمسه توتنهام كانت حلوه قوي الصراحه، تألق من ماديسون وعوده سون، وكان في شويه حاجات كده، كان في ميكس جميل الصراحه، كان في روح في الماتش بامانه يعني. بس في حاجات بقى تجننك برضو، وحاجات كده لا يستوعبها عقل. حلو، زي ان مثلا في 850 واحد عاملين تريبل كابتن لسون. انا هعيشك في المود تمام. محمود ابن خالتي ما بيعرفش يلعب كوره، لا مؤاخذه يا حوده يعني تمام. محمود ده قام جايب ايه؟ نقطتين في اول جوله، تاني جوله جاب 3 نقط، بعد كده 3 نقط، بعد كده جاب في الجوله الرابعه 20 نقطه. هل انت بتعمله تريبل كابتن ازاي في الجوله الرابعه دي وانت ما شفتش حاجه منه، لا في اول جوله ولا في تاني جوله ولا في تالت جوله؟ ازاي بقى عملتها انت ازاي؟ يعني انا مثلا اقول لك ايه، اكابتن لك مين مثلا؟ اكابتن اعمل تريبل كابتن على بيكفورد مثلا، هيصد 3 ضربات جزاء ولا ازاي بقى؟ ما فهموها لي بالله عليكم، عشان انا مش قادر استوعب اللي بيحصل. دي عباره عن ايه؟ لما يبقى في اول جوله تاني جوله تالت جوله نقطتين و3 نقط، ده اقصى حاجه بيعملها. رابع جوله تريبل كابتن، ايوه شفت منه ايه؟ هل عينيه كده عجباك؟ فهمني شفت ايه منه؟ هل كنت عارف تغيير مركزه ده؟ هل كنت قاعد معاهم مثلا في اوضه اللبس؟ برايتون ونيوكاسل، الماتش ده خلص 3-1، برضو كان ماتش جميل جدا. نيوكاسل اصلا ما كانتش موجوده حرفيا. بص، عارف لما الدنيا تبقى انت عارف ان مثلا ايه، ان النادي ده هو اللي هيكسب، حلو، انت عارف انه هيكسب، وتقوم انت جايب ايه 10 لعيبه من النادي ده، 10 لعيبه يعني ما بتحصلش، تجيب ال10 ال11 هو اللي يسجل الهاتريك. يعني يبقى معاك ستوبينيان في البتنجان تمام، يبقى معاك ميتوما عمل اسيست كتر خيرك يا اسطى تمام، يبقى معاك كابتن جوان بيدرو. ايوه اجيب مين تاني؟ اجيب مين تاني عشان حد يسجل؟ اعمل ايه تاني؟ هيبقى معاك ال3 دول و3 وانا عماله تخش، وانت هما ال3 دول بيلعبوا في ماتش تاني، ولا هل ده ماتش ودي فما بيتحسب لهمش النقط؟ ستوبينيان مستمر ان الكلين شيت ما يجيش. في حاجه اصلا في برايتون برضو عامله زي مانشستر سيتي الجولتين اللي فاتوا، 4-1 اول جوله، تاني جوله 4-1، تالت جوله 3-1 ولا 2-1 مش فاكر، بعد كده الماتش ده 3-1 3-1 تمام. هل الواحد ده ايه ده؟ ده واحد حسد؟ ده دجل؟ دي شعوذه؟ يعني ستوبينيان انت بسبب الواحد في كل الماتش ده انت عارف كان زماني معايا نقط قد ايه؟ انا كان زماني بغرف من كنز علي بابا. لكن فيه كميه وحايد، مش عارف ايه التسلسل ده. الماتش الجاي 15-1 بيقول لك في 45 واحد، ودي احصائيه عملها يونس الشلبي تمام، مع هذا الثلاثي: هالاند، سون، فيرجسون، 3 طبعا كل واحد هاتريك. انا لو معايا 2 جابوا هاتريك يا نهار اسود، انا ممكن امسح الابلكيشن من الفرحه.
45 واحد مع الثلاثه دول. ال 45 واحد دول اكيد يعني جابوا مجموع النقط بتاعتي لحد الجوله الرابعه اصلا. تمام. انا مش فاهم يا جماعه، طب انا جايب حاجه و70 نقطه، ليه تقييمي قل؟ يعني ليه تقييمي قل؟ انا مش فاهم فيه ايه. اجيب ايه تاني؟ ما انا مكابتن هالاند اهو. يعني انا جايب حاجه و70 نقطه، ليه تقييمي ليه برضه سهم احمر؟ وليه مركزي في ال3 مليون ليه؟ انا يا جماعه اعمل ايه؟ يعني اشيل حديد وانا بلعب؟ انا مش هخفف ولا بصح. طيب ما انا عايز هشوف السهم الاخضر ده امتى يا اخوان. انا قربت ال4 مليون، عيب. ليفربول واستون فيرنا والعوده الحميده لليفربول وعوده صلاح وكلين شيت واسيستات والماتش كان جميل والدنيا كانت حلوه جدا. كابتن كاش اللي كان جايب جونين اللي كان على الدكه نزلته اساسي جاب كل نفسه معايا بيكفورد ومعايا كاش، جابوا جونين في نفسهم. في حد يا جماعه عليه حاجه عايز يسجلها عندي؟ عليك طقم ساعة عايز تسجله؟ حد عايز يجيب جون في نفسه تاني يا جماعه؟ عشان بس لو حد عليه حاجه او في اي حاجه قولوا لي بعد اذنكم، يعرفوني بس ايه اللي بيحصل. ما انا مش كل اللعيبه دي مش عارف. بس ما انا هشوف سهم اخضر ازاي؟ انا مش فاهم. انا اشوفه ازاي؟ انا بقيت اعمله فوتوشوب دلوقتي. اخر ماتش كان مانشستر يونايتد وارسنال، ماتش كان على ارض الارسنال، طبعا خسرنا 3-1. كان في مهزله في الماتش ده، ما كنتش فاهم اللعيبه بتعمل ايه او في ايه، او احنا مش عارفين ليه نطلع الكوره من الجون بتاعنا. هل عيب في ايه؟ انا مش قادر افهم. وان انا جاب صفر زي الجوله اللي فاتت كان جايب صفر. انا اتمنى ترجع تجيب واحد. يعني اتعلم من بيكفورد يالا. انا مش فاهم. احنا نشتري بيكفورد يا رجاله، نشتريه بدل الدنيا اللي انا هو شخص مناسب للمكان المناسب. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان جليزرز عايزين 10 مليار في الفريق ده الفريق عنده السكر. فريق ايه ده؟ الفريق نصه بيتعالج والنص التاني محبوس، والنص التالت فريق الستات بيقول لك لا مش هينفع يلعب في النادي. فريق الستات ايه يا جماعه؟ ده ما بيعرفوش يعملوا كشري. انا مش عايز اتكلم. انا مش فاهم ايه ده يا جماعه؟ ما ايه؟ اتفرج على الفريق. فريق اي حد فيه، اي حد سليم وبيلعب اساسي، يا عليه قضيه، يا متخانق مع امه، يا ابوه عامل عليه حوار، يا صاحبته من ايام تالتة اول افتكرت ايام ما شدها من الاستك اللي كان في شعرها فرفعت قضيه، كان متخانق مع مثلا مدرسه الرسم. ما انت بص ما تفهمش. القضايا دي بتظهر امتى؟ ما تفهمش. يعني قضيه انطوني دي انت جايه تكتشفي دلوقتي ان هو شاط عليك الكره وجت فيكي؟ يا شيخه يا شيخه بطلي كدب بقى، يا شيخه بطلي كدب بقى. الكدابين بيروحوا النار على فكره. ده انا لو اديته 10 كور مش هيعرف يجيبهم فيكي. ازاي يعني؟ ازاي اصلا؟ ازاي ده ما بيشوطش غير في العارضه؟ يعني ازاي؟ ولا ده لو جابها في العارضه اصلا 10 كور فيكي؟ ازاي؟ والموبايل كمان فيكي؟ يعني الاثنين فيكي؟ ازاي ده عمره ما جاب جونين اصلا في حياته. يعني مش ده في التدريبات ما بيجيبهاش في الجون. راشفورد حرفيا كان من اللعيبه اللي شايله مسؤوليه هي وبرونو، رغم ان الخط النص بتاعنا انا اول مره اشوف خط نص بدون خط نص. يعني انا ما كنتش فاهم ده خط ايه. يعني افتكرته اساسا ده خط واحد، خط وحش. ده طلع خط النص بتاعنا. خط النص بتاعنا حرفيا كان على ال18 بتاع الجون التاني. ايه يا جماعه انتوا بتلعبوا في النص ولا انتوا بقيتوا مهاجمين كلكم ولا انتوا مش عاجبكم انتوا كلكم متخانقين مع تين هاج؟ يعني اونانا دلوقتي متخانق مع تين هاج وفي قضايا وفي مش عارف ايه، في تحرش عندنا او حاجه، في لب سوبر. تمام. في حد مثلا واكل ميراث عمه او حاجه عشان بس نبقى عارفين. يا جماعه اعملوا فيش وتشبيه للعيبه قبل ما تجيبوها، ما تعملوهمش اختبار لياقه، اعملوا فيش. في النهايه حبيب قلبي لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب وخلينا نوصل لاكبر عدد ممكن. واسف على التاخير، كان في شويه مشاكل والله غصبا عني، وشكرا لكم يا رجاله. لو وصلت اللقطه دي او النقطه دي
لايك وشير يا معلم، دلعنا كده، عايزين نوصل لل100,000 في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. شكرا يا رجاله، سلام. كل الناس اللي بتلعب فانتسي ركز بالله عليكم، هتشتري ماني الجوله دي هيتألق صلاح، هتبيع ماني وتشتري صلاح هيتألق ماني. طب ايه الحل؟ الحل يا جماعه عشان ماني وصلاح يرتاحوا نشتري ماني وصلاح، هيتألق فيرمينيو.